السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ طبعا عرفتوا من عنوان الفيديو النهاردة ايه؟ الفيديو النهاردة وصفة بسيطة من كل الانواع، بسيطة في المواد، بسيطة في المقادير، مفيش تكلفة. حاجة كده ببيضة واحدة هتعملي قيمة 12 او اقل حاجة 11 كب كيك ببيضة واحدة. وكوباية الدقيق عبارة عن نص كوباية دقيق ومعلقتين كاكاو وبيضة ورشة سكر، طبعا معلقة سكر وفانيليا وبيكنج باودر ببيضة واحدة. وطلعت هشة وجميلة وحلوة جدا 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 جدا. أول حاجة عملتها البيضة، فتحتها كده ورحت حاطة على البيضة يعني قيمة، لو هضيف عليها يا ربي هضيف عليها حبة لبن صغننين، بس هحط طبعا الفانيليا الأول على أساس إن هي تكسر الزفارة بتاعة البيض. وهحط سكر، ادي معلقة، ادي التانية، ادي التالتة. تمام. وهبدأ ان انا احط برضو اللبن اللي انا هحطه، يا دوبك حاجة صغيرة زي ما انت شايفة، اللي هي ربع كوباية لبن، ربع كوباية لبن مش اكتر ولا اقل. تمام. وهبدأ اقلب الخليط ده كله كده، كله كده، كله اربه في بعضه كده هوت. مش محتاجة بقى، بصي كمان حتى ما فيش انك انت تقفي تشتغلي، تجيبي مثلا مضرب بيض وتضربي مش عارف ايه وتعملي، لا 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 لا, لا. انت مجرد ان انت هتضربي بالمضرب اليدوي تك 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 وخلاص. بقولك بسيطة، بقولك حاجة بسيطة جدا جدا، وصفة بسيطة والله وطلعت جميلة. انا عملت معايا 11 كب كيكية، حاجة حلوة قوي 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 قوي. تمام. زي ما انت شايفة كده اهوت، ضربت بقى كله في بعضه كده اهو، وقلبت الخليط كله مع بعضه لحد ما البيض كده يتجانس مع السكر واللبن والحاجات دي. ورحت حاطه الكوبايه الا ربع او نص كوبايه الدقيق مع معلقتين الكاكاو، ممكن خام او محلى زي ما انت عايزه. لو هتحطي كمان خام، لو هتحطي محلى قللي السكر شويه اللي هو الكاكاو المحلى، والبيكنج باودر عشان يرفع لي العجينه. وحطيت طبعا حبه زيت زي ما انتم شايفين، مثلا معلقتين 3 زيت. حاجة جميلة هتعمليها، هتوفر لولادك وهتفرحهم، وحاجة حلوة في البيت. وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطة بسيطة بسيطة. وبرضو هحط معلقتين معلقة خل او معلقة الا ربع خل برضو عشان ترفع العجينة معايا. وهقلب الخليط ده كله مع بعضه رايح جاي كده لحد ما كله يتجانس مع بعضه، لحد ما الاقي الخليط كله استكليت عم مبلولي، كب كيك اشتكليته عم مبلولي بالظبط كده. هقلب بقى تقليبه حلوه كده زي ما انتم شايفين. تمام. و اروقهم كده مع بعض لحد ما تسيبش حاجه، يعني ما تسيبيش ان هو حتى يبقى لين، يبقى فيه حاجات مكوره او فيه حاجات كرات دقيق ولا لا. انت اضربي كله مع بعضه لحد الخليط كله ما يبقى سايل معاكي. وطبعا في الوقت ده انا مولعه الفرن من قبل ما ابتدي في الشغل ده، وانا مولعه الفرن علشان خاطر ان انا لما اجي احط الكب كيك جوه زيها زي الكيك طبعا تبقى الحاجه ايه تمام معاكي. بيضه واحده، وما تكلفيش نفسك في الغلا اللي احنا فيه ده، محدش يكلف نفسه يا جماعه، وما تحرميش نفسك برضو. بصي هنا كله اتعمل ازاي، حاجه جميله جدا، كان طعمها والله العظيم حلوه قوي 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 قوي. تمام. وهتبداي ان انت بقى تجيبي الصينيه بتاعت الكب كيك فيها 12 واحده. والورق طبعا ده بيبقى عندنا اساسا، انا بجيبه من فتح الله. الكب الكبير دوت مثلا بيبقى في حدود 20 جنيه ولا حاجه، فيه قولي 100 واحده، واحنا مش شغالين كل يوم كب كيك، فبالتالي ان انت بتعملي الحاجه حلوه في البيت، اي حاجه حلوه وبرضو بتوفري فيها في البيت. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه. عملتي لايك بقى ولا لسه؟ يعني ازاي وصفة زي دي تشوفيها وما تعمليش اللايك يا جماعة؟ يعني اللايك خليه يزيد عن 3. انا 3 اللي بيعملوا لي لايك، والدتي واخويا وجيجي قريبتنا وصاحبتي، يعني بس 3 لايك في كل فيديو. الفيديو يبقى عامل 20 مشاهدة او 18 مشاهدة وجاي عليه 3 لايك. بجد ايه ده؟
يعني انا ده عارف، ببقى عارفه اللايك ده اخويا، والدتي، صاحبتي وقريبتي طبعا جيجي، ربنا يخليها، صاحبه قناه يوميات مطبخ جيجي. دول بس فين وفين. وساعات يوميات كركر، واحدة برضو زميلتنا واختنا، ساعات بيبقى 4 لايكات. مش كده يا جماعة، يعني زودوا شوية، زودي علشان ربنا يزودها علينا يا رب ان شاء الله بإذن الله، ويرزقنا ويرزقكم امين يا رب العالمين. ودينا بنتسلى. هصب بقى الكب كيك هنا زي ما انت شايفة اهوت، في كل كب كيكاية حبة. برضو ما تزوديش الكب كيك، الخليط بتاع الكيكة في الكب كيك من جوه، عشان كده كده هي بتنفش وبتطلع لفوق. لو زودتيها هتطلع لفوق وهتبوظ لك الدنيا. فحلاوة الوصفة ان برضو بتبقي حطي مثلا ايه، نص الكب كيكة الخليط بتاع يا حبيبي بس، وتهزيها طبعا، تضربيها كده في الرخامة، وتحطيها بقى في البتاع دوت. اللهم صل على النبي، قولي معايا يا بت، فين؟ حطيها في الفرن. بصي بعد ما طلعت عاملة ازاي، بصي هشة ازاي، بصي بتنزل دن دن، جميلة جميلة. وطلعت بصي لفوق خالص ازاي. سبتها يا دوبك نص ساعة في الفرن. واظبطي الفرن على حسب ما انتي حابة، او على حسب فرنك. انت ممكن يكون فرنك عالي، مش هقولك على 180 لمدة ربع ساعة، لا يا حبيبتي، شوفي اللي يناسبك ايه واعمليه. بصي هنا سفنجة سبونج بوب جميلة قوي. بصي بقى من جوه بقى، بصي الجمال. بص الدبوسه مرسي، شايف الدبوسه مرسي؟ الله، جميله جميله والله، وهشه وحلوه قوي. ببيضه ظبطت عيالي وعملت لهم احلى حاجه، فتحت الفلاش. بصي المنظر، وطعمها كان جميل بجد، طعمها كان تحفه 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 تحفه. بصي الجمال، بصي الجمال والحلاوة نازلة طالعة كده، حاجة فاخر من الآخر، حاجة جميلة قوي. فرحي ولادك واعمليها، هتعجبك والله العظيم، وهتبقى حاجة كده جميلة وحلوة قوي. أتمنى يا رب أكون بفيدكم، أتمنى أن أنا أكون بعمل حاجة تعجبكم وتوفر في الغلاء اللي احنا فيه ده، الله المستعان على اللي احنا بنشوفه. بس البيوت ماشية والعيشة هتمشي والدنيا هتمشي، ومش هينفع ان احنا نوقف الدنيا على حاجة صغيرة خالص، لا نوفر وفي نفس الوقت نفرح عيالنا ونعمله حاجة حلوة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، اتمنى بجد تدعي لي دعوة حلوة. بس يعني عايزة تعملي لايك ماشي، عايزة تشتركي وتفعلي زر الجرس يبقى يا ريت. تصلي على النبي طبعا، وتدعي لي دعوة حلوة كده. وربنا يكرمكم جميعا ويكتب لكم الخير يا رب، ويرزقكم من حيث لا تعلموا ولا تحتسبوا، امين يا رب العالمين. واتمنى ان انا اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. ما تنسوش تعملوا لايك كبير قوي قوي قوي، واشوفكم على خير، ويلا سلام عليكم.